بالتوضيح بما انه بلشت الامور تتفاقم. طبعا صدقا بالله ما حدا بيعرف انه انا كان عندي جلسة محكمة. طبعا انا المدعي، انا اللي لازم احضر الا عن طريقهم هن بالفرش، عن طريق الكومنت. الا انا ما بدخل، ما عم دخلكم بالامور الشخصية. بس وقت عم تنتشر الامور وتنتشر الاشاعات بيجبروني غصب عني اني حتى هيك اقعد وبدي احكي معكم. للصراحة اليوم ما حدا بيعرف هذا الامر غير انا ومحامية ومحامية وهي. عرفتوا؟ هذول مين وين عم يجي الخبر بالكومنت وينتشر. طيب خلونا نحكي يا اخي. انا حدا كان عنده جلسة، انا نفسي مو حدا طالبني على المحكمة، لا 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 لا، هاي الجلسة لألي. فرحنا على المحكمة، ودخلت، واللي شافني هونيك شافني، شافوني ناس وكذا وهيك. وانا اسف لاني ما قدرت اخذ معكم صورة، لانه ما بدي اتصور بهون. كنت اقول لهم اطلعوا لبرا، برا بنتصور. واتمنى، وهن في منهم والله يقدروا وانبسطوا، في منهم يعني حابين يعني انه رح نسمع اخبار حلوه لانه متابعين مزبوط. والله انا رحت على المحكمه انا ومحامي، رايح انا بغرض، ركزوا وين، شو في طريقه يا سياده القاضي. هيك انا براسي، ما براسي شيء ابدا. باقي الامور روتينيه اللي انا عم بشتغلها بالمحكمه. باقي الامور عباره عن احمي الولد من الفجور اللي عم يصير في اللايفات، من كذا موضوع. يعني ما بدي اذي، ولا بدي سجن، ولا بدي شيء انا، وما بدي نهائيا اقسم بالله الا شغله وحده، انه بدنا طريقه يا سياده القاضي نشوف الاولاد من غير ما يحضروا المحكمه، من غير ما يكون عن طريق الشرطه تاخذهم ويدخلوا على المحكمه الى اخره. وسبق وخبرتكم انا. بتفاجأ هونيك علي منع سفر. الموضوع طبيعي جدا. انا بالنسبه للصوره اللي واصله انا هارب من نفقه، هارب بصير هي مشاكل النفقه وتكسير روس الى اخره. قلت له بشان نفقه؟ قال ايه. يلا هين ان شاء الله محلوله، يعني ما انا معقده، ما تفكروا. بس الزلمه راح حطوا النفقه وخلص، شالوا له المنع، ونشال المنع يعني. فقلنا له للقاضي راح ندفع سنه، بالاختصار يعني مشان الجلسه وهيك. قلنا له رح نعطي نحن سنه قانونيا، انا خليني بالقانون مشان نخلص من امور القانون، والامور الشخصيه اللي بيني وبين اولادي هذيك بعدين. نسيت هذاك الموضوع، صرت بدي يسر شغلي. يعني انا اليوم شغلي بين الامارات وسوريا، بطلع على الامارات، بطلع على كل بلدان العالم. اذا اضطريت اوسع شغلي ويكون في كل انحاء العالم فما عندي مشكله، هذا شغلي، ما بدي اي عرقله في هذا الامر. قلنا له والله رح ندفع لسنه من بعد اذن سياده القاضي وشيلونا هالمنع. والله بلحظتها نزل عاوني يجيب لي مصاري من السياره، نزل والله نهيمنا عن سنه بالمحكمه، واستلموا المحاميه بايده، حق ما بنزعل منه. قلت له إيه، انا عم دور على طريقه اوصلهم، بس ليش هي الطريقه؟ يعني كنا نظهر باللايفات نقول نحن ما بدنا شيء وما بعرف شو. ليش هيك عملتوا معي؟ ليش الاذى؟ ليش الضرر؟ ليش القرف هذا تبعكم؟ ليش؟ ما في داعي له. طيب تخيلوا انا رايح على المطار، اوكي، وكذا، وتفاجأ هونيك مثلا هيك. طبعا انا بحترم القانون والله العظيم، وهي مو ما دور بطولي عمل اتجاهي. يعني بالنهايه ما حدا ينسى انا مين، عرفت شو، وما ينسى الفضل، وما ينسى. ولو نكروا في الله، ما راح، الله بيعرف هذا الشيء. ما بدي انا، يعني انا عم بتجنب، انا عم اقول ما بدي اعمل هيك، ما بدي اعمل كذا. قسما بالله العظيم انصدمت. هلا انا ما كيف انصدمت؟ صدمت انه وين، كيف انا عامل، وكيف اعامل. عرفت شو؟ ما انصدمت من هذا التصرف ولا شيء، لانه اللي عمل العمايل ما رح يعني بالنسبه له هذا جدا موضوع عادي. المهم كلنا تحت سقف القانون في اي دوله بالعالم، كنا بنحترم القانون. بشكر سياده القاضي محمد العلي، حرفيا ما قصر، كان منصف، كان حكيم، وما رد على حدا، وتصرف مثل ما يقال، يعني كل شيء صح تصرفوا. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. اشوف وين الضرر بده يروح. يا سيدي انا موجود في كل مكان وزمان. انا رايح بموضوع
راح اذا فينا نلاقي طريقه نشوف الاولاد من غير انه شرطه ومحاكم وهيك، بتفاجئ والله محطوط المنع. وبالفعل انا صار لي حوالي 8 شهور انا بقول لكم، بس ما في طريقه يعني. وقت اللي جيت على الامارات محاميه بيتواصل معهم دايركت، قلت له قل لهم كذا كذا كذا، فكان الطلب اني يروح انا، هذا بالحرف يعني، انا وما يعني مثل ما صار معي عم بحكي. هون كان في عنده محامي قبل الاخ الجديد الله يجزيه الخير، يعني انا مالي شيء عنده الزلمه، عم يؤدي واجبه الله يعطيه العافيه. ونتمنى انه اي افتراء او اي واحد يتحقق قبل ما يتصرف مع الاخرين. انا اتمنى هذا الشيء. يعني انا لا بعرف السكن، انا بعرف المنطقه فيها 3000 بيت، واروح ادق عليهم واحد واحد واسال وينهم. ما فينا نلعبها هيك، ما فينا نعمل هذا الشيء. المدرسه شروطها الاساسيه قبل ما تحطهم ممنوع ابوهم يعرف عنهم شيء، لا نتائجهم ولا اي تواصل. وهذا الحديث من قلب المدرسه ومن كبار المدرسه، قلنا لهم يا سيدي ما بدنا. ليش هالتقييد؟ ليش هالسجن اللي حصرتوا فيه الاولاد بهي الطريقه عن ابوهم؟ ليش حصرتوهم هيك؟ طبعا النتائج معي، ونتائجهم عندي ترفع الراس مقارنه في نتائجهم. اليوم ما دخل مدرسه جدا قويه، وبالفعل مدرسه مرتبه، انا ما بنكر، بس ما دخل المدرسه وقت اللي بيكون في اي شيء. طبعا مو انه الاولاد لا سمح الله تفكروا انه مجموعه زفت ولا ما حلو، لا حلو، بس يعني انا معي لا يقارنوا. نتائج معي. فشة خلق، انا ما بتتعب حالي. حتى محامية هلا راح اقول له موضوع الاولاد حط لي عليه اكس وفت لي بطريقك اللي انا بدي اياها، خلص فوت فيه. لا رحمه، مثل ما عم بنأذى، مثل ما بنضر بسمعتي، مثل ما عم تركضوا. يعني انا والله العظيم عندي موعد كان في دبي. هذا انتم هلا كان في عطله قضائيه، شوفوا انتم ركزوا معي، عنا عطله قضائيه شهر. لو نحن ما لحقنا وشلنا المنع والله العظيم اقسم بالله العظيم كنت راح اقعد شهر هون بسوريا، وما بتتخيلوا حجم الخساره اللي انا راح اخسره ماديا. والمادي راح يلحقون نفسي، عرفتوا؟ هي للاذى. نتفاجئ قبل بيوم طج المنع، باقي يومين، يعني بكره اخر يوم دوام، راح تروح شهر الدوائر يعني ما في لا قضاة ولا في شيء، في عنا عطله قضائيه شهر. انا راح اقعدها هيك واخسر مواعيدي واخسر شغلي واخسر ببعض الامور. ما راح اخسره مدى الحياه، بس عندي خساره ماديه.